اطلع من الكلام طب الولد يقول ما سويت شيء. نص ساعة وقلت له يلا انا اترخص منك. ليش بعد ليل طويل ما حد عندي؟ انت شفت هسه امان الدار لا مو امان؟ قلت لها امان بس ما يخالف انا عندي قولتنا مشاوير. خليته وطلعت. يقول ثاني يوم نفس القضية، هم خابرتني تعال رجل ما موجود. الولد يقول بعد امان صارت الدار. هنا الشيطان لعب لعبته، شيك البيت شيك المنطقة، قال لك يلا خله طب. يقول طبيت. يقول اثناء دخولي الامور جاهزة كل شيء طبيعي. يقول تونا بدينا ننزع وما احس الا كبسة، يطبون علي 2 واثنين مسلحين. هاي شنو؟ كانت تقول له رجلي وهذا اخوي. الله. يقول حطوا السلاح. ما شاء الله هيك انت قوي طابلنا للبيت. يقول اني بعد ما اقدر احكي. كان يقول له شوف هسه انا اقدر اكتلك بهالمكان هذا، احنا مصورينك عندنا كاميرات حتى بالبيت، فعلا حاطين كاميرات بالبيت. قال له شوف تجيب لنا 5 ملايين لو نكتلك، كاميرات موجودة، نروح نشتكي عليك نقول لهم انه هذا يا اما حرامي او هذا اجى دخل على بيت. وبالمناسبة انت دخلت على زوجتي وهذا التصوير حتى زوجتي مصلخة يعني جاي تنزع قدامك، وهذا غسل عار انا جاي اكتلك. فتروح تجيب 5 ملايين لا نودي هذا التصوير، تريدها عشائريا نوصلها عشائريا، تريدها للحكومة نوديها للحكومة وانت بكيفك بعد. قلت لهم عمي تريدونه يصير لكم عمي بس لا توصلونها لاهلي. انا زلمه متزوج وانا زلمه عندي وظيفه وانا كذا وانا كذا. قلت لهم عمي شو وقت تريدون؟ قالوا له هسه اجيب. قال لهم هسه ما اقدر ادبرها، اعطوني اسبوع زمان وانا اجيبها. هو الولد طلعت اني يابس مكاني، هسه جابني ايش وصلني ايش خلاني. المهم يقول اعطيت 5 ملايين بهالرقبه. يقول بالمناسبة ترى مو بس أنا، طلعت هاي تفتر بهالجروبات وذول عصابة، بس الناس ما تحكي. ليش؟ تخاف من الفضيحة. يقول لي يشهد الله، يقول إذا مو 15 واحد قبلي قليل ومن نفس اللعبة، عصابة متمرسة. هنا الغاية من نشر هاي القصة أخواني. اليوم أنت من توقع بهيك مشكلة وقالوا لك عندنا تصوير وقالوا لك عندنا كذا، اخوي العزيز تهددت، انت تخاف من الفضيحه على عيني وعلى راسي. انت اللي سويته غلط وعفت عيالك وجهالك ومن هالكلام هذا الكلام هسه ما يجيب اي نتيجه. بس اريد اوصل لك فكره انه انت اذا طحت بهيك مكان عندك جهاز الامن الوطني، تقدر اقرب مركز شرطه، ما دام هددوك ساوموك بفلوس اذا ذول عصابه. تفهموني؟ لأن لو هذا ابن أصول وابن عشاير ما سوى هيك على زوجته. أنا ما أريد أتلفظ غير ألفاظ لأن أنا عوائل جاي تتابعني، بس هاي نصيحة للشباب واللي جاي يصير وياهم واللي يشوفونها لقمة سهلة والشيطان يلعب براسك. فاحذر أنه هاي خطط جاي تصير ويصيدون بالماء العكر. يعني اليوم أنت منتسب، اليوم أنت موظف، ما تجعل حافل مثلي، ما تجعل حافل مثلي أنا ما عندي فلوس. هاي شو تسوي بيه؟ تدور حب وحنان؟ لا حبيبي ما تدور حب وحنان، هاي دور لها صيدة واحد عنده راتب، هاي دور لها صيدة وتجيك من باب يعني انه تكسر قلبك وانت تعوف مرتك وجهال.